السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لأول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي فضلا وليس أمرا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. وحشتوني 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 وزغروطة كبيرة 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 قوي 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 عشان النت لسه واصل دلوقتي حالا. وأنا يعني بص أنا ما صدقت النت جه اشتغل. منتجت الفيديو على طول. الفيديو ده طبعا فيديو تحضيرات اول يوم دراسه وليله المدرسه، فبصوا يعني مش قادره اقول لكم، يعني كنت متشوقه جدا ان انا احضره لكم زي كل سنه، بس قدر الله ما شاء فعل. المهم الحمد لله على سلامتي وعودا حميدا كده ان شاء الله، وفيديوهات حلوه كتيره قوي قوي للركب كده باذن الله. مش هياخدنا كلام كتير بقى، نبدا في الوصفات بتاعتنا النهارده ليله المدرسه، او الوصفات اللي احنا بنحب نعملها في المدارس. ربنا ما يقطع علينا عاده كده يا رب ان شاء الله. اول حاجه طبعا وصفه الفينو اللي بتطلع تحفه تحفه كده من ايدينا وطعمها حلو غير بتاع بره خالص خالص خالص. مكوناته سهله وموجوده في كل بيت ان شاء الله باذن الله. طبعا ربنا يجعل بيوتنا كلها دايما يا رب عمرانه بالخير ومليانه كده بالفرح والسعاده، وعام دراسي جديد وسعيد عليكم كده باذن الله. اول حاجه عملتها ده نص كيلو من الدقيق او 4 كوبايات من الدقيق، 4 مجات عاديين من المجات بتاعت الشاي بتاعتنا العاديه. طبعا هكتب لكم المقادير على الشاشه عشان لو عايزين تاخدوها سكرين شوت. اول حاجه واهم حاجه ان الدقيق ده اسمه دقيق زيرو او دقيق فينو، بتجيبيه من عند اللي هو بتاع العطار او ايا كان اللي انت بتجيبيه دقيق زيرو او دقيق الفينو. تمام. مش بيبقى غالي قوي، اغلى من التاني بجنيه، يعني ده لو ب 17 التاني ب 18. تمام. بس كده هحط عليه معلقه سكر كبيره، ماشي، معلقه كبيره خميره فوريه، حوالي 3 معالق من الزيت او 4 معالق من الزيت او ربع كوبايه من الزيت. تمام. ورشه ملح خفيفه. بس كده وبعجن بميه ورشه فانيليا او باكو فانيليا للريحه بس مش اكتر. ما حطيتهاش مفيش مشكله. عندك لبن باودر خلاص مفيش برضو، مش هيضر. بس ما عندكيش لو عندك تمام، ما عندكيش خلاص تمام. وبعجن بالميه. بتاخد قد ايه بقى؟ حسب الدقيق بتاعك. بعجن فيها لحد ما تبقى العجينه بتاعتي طريه وحلوه وملمسها حلو وناعمه، وبتاخد عجن شويه معايا عشان العجينه تطلع حلوه وفيها المطه بتاعتها. خلاص. اهم حاجه الدقيق بتاعك يبقى دقيق زيرو. رحمه طبعا لازم تحط التاتش بتاعها كان بتحاول تعجن معايا. تمام. بس هعجنها شويه حلوه كده على الرخامه بتاعتي عشان تطلع الجلوتين اللي فيها، ماده الجلوتين اللي فيها، وتمط معايا كده وتدي عرق. تمام. بعد كده بسيبها بقى تختمر لمده حوالي نص ساعه. تمام. لمده نص ساعه بدهن الوش بتاعها بالزيت بس عشان ما تنشفش، وعشان لو لزقت في الغطا اللي انا مغطياه لها اطلعها منه بسهوله. تمام. سبتها نص ساعه لحد ما اختمرت عندي وبقت بالشكل اللي هتشوفوه كمان شويه. الفينو طبعا سهل وسريع وما بيغلبش ابدا، وحاجه بقت حاجه من اسهل ما يكون دلوقتي. بعد ما سبتها بقى حوالي نص ساعه بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما نسيبهاش تختمر قوي. الاختمار الاكتر بنسيبه بعد ما نشكل. تمام. انا بقول لكم كل التكات دي عشان كل الحاجات دي انا وقعت فيها قبل كده، ويا ريت ما نحطهاش في حته سخنه قوي. يعني في ناس بتولع الفرن وتحطها فيه او تحطها يعني على البوتاجاز عشان تبقى في وسط السخونيه. الحاجات دي بتخليها تخمر قوي زياده عن اللازم وتهبط بسرعه. تمام. بشكل بقى حسب حجم الرغيف اللي انا عايزاه. انا هنا لحد ما كنت عايزه حجم رغيف صغير شويه عشان ما يبقاش طويل، انا عايزاه قصير ومنفوخ كده وحلو. تمام. وعلى قد اللانش بوكس بتاعتي بالعرض. تمام. فقسمت العجينه بتاعتي لكور زي ما انا عايزه وحجم الرغيف بتاعي. انا قسمتها هنا الاربع كوبايات عندي دول اخدوا تقريبا، ما انا مش فاكره قوي، ما عدتش بصراحه، بس 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 رغيف يعني 20 او 19 رغيف. انا مش قادره اتذكر قوي بصراحه. بس يعني اهم حاجه ان حاجه انت عاملاها في بيتك ولما تجربيها في البيت الولاد عندك مش هيرضوا ياكلوا بتاع بره. يعني انا عندي دلوقتي بيقولوا لي بتاع بره ده احنا بنحس ان هو عجينه، مش ما بقالوش طعم ولا ريق حلو كده زي ما اللي انت بتعمليه. تمام. اهم حاجه طريقه التشكيل زي ما انتم شايفين كده. انا بفرد على الاخر خالص وببرم وبقفل بقرصها كده القفله بتاعه الطرف عشان ما يفتحش مني جوه الفرن. تمام. الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزاه طويل شويه هتبرمي اكتر من كده، عايزاه تخين وقصير هتعمليه بنفس الشكل ده. تمام. بحطه على الحته اللي انا قافلاها عشان ما تفتحش منه.
تمام. بس كده هشكل بقى ايه تاني واحده قدامكم عشان تشوفوا الطريقه. بفرد العجينه بتاعتي على الاخر، ولو ارفع من كده كمان هيبقى احلى، وببدا ابرم كده واثبت وابرم واثبت، وفي الاخر خالص الطرف ده بيبقى عامل زي ما انتم شايفين كده. بقعد اضغط عليه كويس جدا لحد ما يقفل معايا، واقفل الاطراف كويس عشان ما يطلعليش بقى ايه الاشكال اللي انتوا بتشوفوها الفضائيه دي. بس كده خلصت بقى الكميه بتاعتي، وحطيتهم على مسافات متباعده عشان لما يخمر ياخد راحته في الخمران وما يلزقش في بعضه. ماشي. وزي ما انتوا شايفين كده ده الكميه بتاعتي كلها. عملت الكميه بتاعتي، هسيبها بقى تخمر حوالي ساعه الا ربع لساعه، عشان الجو دلوقتي بدا يبرد شويه مش زي الاول. فسبتها عندي حوالي ساعه الا ربع كده، بقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. مسخنه الفرن بتاعتي على اعلى حاجه، وبعد كده هحط فيها الصواني بتاعتي، وفي الاخر خالص بشغل الشوايه. ما بدهنهوش اي حاجه خالص. تمام. وشكله زي القمر زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تدهنيه بالبيض واللبن مفيش اي مشكله، ورشه فانيليا او رشه نسكافيه مفيش اي مشكله. لكن ده النتيجه دي من غير ما ادهنه ولا اعمل له اي حاجه، زيه زي بتاع بره بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. وطالع وسط، حجمه وسط وحلو، والرغيف كده حلو كويس كده ويملى العين ويشبع، وكان طعمه تحفه تحفه تحفه. خلاص. دي الكميه بتاعتي اللي انا عملتها من 4 كوبايات دقيق. تمام. دول 4 كوبايات من الدقيق، يعني نص كيلو. وما ننساش ان هو دقيق زيرو او دقيق فينو، بتجيبيه من عند اي عطار. انا عن نفسي بجيب الفينو الدقيق السايب، انا ما بستعملش دقيق اكياس ابدا، بستعمل الدقيق السايب. حلو ورخيص وعلى قد الايد ونتيجته هايله جدا جدا جدا، بس بيبقى عايز شويه تكات صغيره قوي مننا. خلاص. دي الصينيه التانية زي ما انتوا شايفينها كده. الفينو شكله تحفه وريحته كانت قلبه الدنيا. وطبعا انا يعني ايه، يوم المدارس بقى او ليله المدرسه ما تحلاش الا بالطقوس بتاعتنا الحلوه دي، صح ولا لا؟ عودوا اولادكم دايما على حاجات وعادات كده تعملوها تفكرهم بايام زمان، ويبقى لهم ذكريات معاكم، عشان لما يكبروا يبقوا عايزين يعملوا زيها مع اولادهم. يعني انا متعوده على الحاجات دي من زمان، مامتي كانت بتحب تعمل لي الحاجات دي، فانا طالعه زيها. انا بحب اسيب في ذاكره عيالي حاجات يفتكروها بعدين كده ويفرحوا بيها. فمش هنخسر كتير، وحبه مجهود بس صغننين قد كده، هتلاقي الموضوع معاكي زي الفل، والاولاد هيحبوه جدا ان شاء الله. بشيله ازاي؟ بحفظه ازاي؟ في اكياس على قد الكميه اللي انا هستعملها. تمام. وبفضي منها الهواء كويس وبحطها في الفريزر، وقبل ما اجي استخدمها بطلعها ب5 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده احطها في الفرن. ما اطلعهاش، احطها في الفرن على طول عشان تطلع حلوه وكانها لسه طالعه. نيجي لتاني وصفه من الاهميات او المواصفات المهمه جدا جدا في ايام المدارس، اللانشون البيتي. اللانشون البيتي من احلى واسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها، ونتيجتها مضمونه باذن الله. عندي انا هعمل كميه 4 بيضات. الاربعه يعني اللانشون ده احلى حاجه فيه ان هو الكميات بتاعته سهله جدا. 4 بيضات، 4 كوبايات معالق من الدقيق، 4 معالق من الزيت، 4 معالق من الجبنه او 4 حتت جبنه نستو. تمام. انا هنا مستعمله جبنه فيتا عاديه جدا. تمام. عندي مكعب ماجي او مرق الدجاج، عندي نص ربع معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من الكزبره، من الكمون. دول ممكن تستغني عنهم، بس الفلفل الاسود لا، ممكن تستغني عن الكمون والكزبره. انا حطيتهم. بابريكا برضو ربع معلقه، ملح ربع معلقه، مع نص معلقه من الثوم البودر، نص معلقه من البصل البودر، وعندي 3 حبات من الحبهان بفتحهم وباخد القلب بتاعهم، وبس على كده. وذره لون احمر صغير جدا لو مش عايزاه طبعا مفيش اي مشكله، بس انا بحبه عشان بيديلي اللون الحلو الاحمر بتاع اللانشون اللي بنجيبه من بره. كل الحاجات دي بقى ست الكل، وتحطيها فين؟ في الخلاط بتاعك. ما عنديش خلاط، اعجنيها بايدك، بالمعلقه، بهاند بلندر، بالمضرب اليدوي، اي حاجه كله هيمشي. تمام. بحطه بقى في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، يضرب بقى ضربا مبرحا، وبعد كده بصفيه. خلاص. وبجيب بقى عندي طريقه تسويه انا متعوده اسويه في كوبايات الازاز او المجات. الكوبايه دي طلعت تحفه، هي احلى حاجه انا هعمل فيها بعد كده على طول. المجات للاسف شقق فيها، معرفش العيب من ايه، بس الكوبايات طلع حلو جدا فيها. بدهنها بالزيت دهنه كويسه في الاول، وبعد كده بصب الخليط فيها. ما بملاش الكوبايه على الاخر علشان ما يطلعش بره الكوبايه قوي ويدلق منها. ببقى مجهزه ميه على النار، حله فيها ميه على النار، حله غويطه فيها ربعها كده ميه، عشان لما احط المج فيها يبقى لحد نصه. تمام. تمام. بس اول ما بتغلي بوطي عليها النار على الاخر خالص، وببدا احط الكوبايات بتاعتي. ما بحطهاش والميه بتغلي قوي، بحطها والميه يا دوبك كده بتندع زي ما بيقولوا كده، او ما اعرفش بتعمل ايه، بتبقبق حاجه خفيفه قوي قوي. خلاص.
بعد كده ببدا اعمل احطها زي ما قلت لكم على النار، واوطي النار على الاخر واسيبها بقى حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع، من نص ساعه لساعه الا ربع. وطبعا بشوفها طريقه سواها بالخله، خله الاسنان. تمام. شايفين بقى الميه بتعمل ازاي؟ يا دوبك كده بتغلي حاجه بسيطه خالص. بوطي النار بقى على اخر حاجه، وبغطي عليها النار، وبغطي عليها الغطا، وبسيبها حوالي نص ساعه، من نص ساعه لساعه الا ربع لحد ما تستوي. وده كان بقى شكلها بعد ما استوت على النار. شايفين بقى وهي بتستوي الميه بتعمل ازاي؟ شايفين يا دوبك كده خفيف خفيف. هنا بحط فيها الخله وبطلعها، ما بيبقاش فيها اي حاجه، يبقى كده تمام استوت وزي الفل. طبعا اللانش ده ممكن نحط فيه فلفل اسود، ممكن نحط فيه بسطرمه، ممكن نحط فيه زيتون، الطعم اللي انت عايزاه تعمليه فيه اعمليه. تمام. بس بتقلبيه فيه. بعد ما بتخلطيه في الخلاط وتصفيه، بتحط بقى فيه الاطعمه اللي انت عايزاها، وبعد كده تصبي في الكوبايات. بتقطعي. هو المفروض ان انت تسيبيه بقى لتاني يوم والحوارات دي. انا في ساعتها على طول شلته من الكوبايات، اتشال طبعا في منتهى السهوله. شلته من الكوبايات، قطعته على طول، بس كان يا دوبك هدي يعني، ما مش هقول لكم بيرد على الاخر، بس كان دافي. تمام. ولا سخن قوي ولا بارد قوي. بس هو المفروض ان هو يتساب لتاني يوم. لو هتشيلي بقى منه حاجه، مش هتقطعيه كله، اللي فيها في ورقه استرتش، او اللي هو الاسترتش البلاستيك الغذائي، وحطيه في التلاجة، هيفضل زي ما هو، او في الفريزر، وطلعيه زي ما انت عايزه. وده كان شكله. سندوتشات الصبح بقى بيبقى تحفه تحفه تحفه. تمام. بس بحطه ازاي وبحفظه ازاي؟ بحط تحتيه يا مناديل مطبخ، بس انا ما كانش عندي، يا اما البلاستيك الكيس بلاستيك عادي من اكياس التلاجة، وبحطه في العلبه، واحط عليه اللانشون، واغطيه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، واحطه في التلاجة، بيقعد معاكي لمده اسبوعين، مش اسبوع واحد كمان. نيجي بقى لتالت وصفه برضو طالبينها مني يعني بلحاح شديد، اللي هي الشوكولاته القابله للدهن، او زي النوتيلا، صوص الشوكولاته، اي ما كان بتسموه. المهم دي ابسط واسهل طريقه. عندي كوبايه من اللبن، عندي نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من الزيت، وفانيليا. بس كده بس كده. بحط كوبايه اللبن، بتبقى دافيه شويه، وبحط عليها الكاكاو والسكر، وبحط عليها بعد كده والفانيليا، وبعدين بضرب بالخلاط كويس جدا جدا جدا، عشان انا حاطه سكر حبيبات. يستحب ان هو يكون سكر بودره عشان ما يبانش زي ما هتشوفوه دلوقتي. انا طبعا ما كانليش مراره وعايزه انجز بسرعه، ما استنيتش عليها لما تعمل. انا هنا مشغله الخلاط بقى، وهبدا انزل بنص كوبايه من الزيت. انا طبعا مش عايزه اوسخ الكوبايه بالزيت توفيرا للزيت اللي هيفضل في الكوبايه. فدلقت بالازازه على طول. وتعرفي ازاي ان هو القوام بتاعها بيتقل زي ما انتم شايفين كده، وما تاخدوش عليه بالتقل ده، عشان هو هنا لسه سخن. اول ما هيبرد هتشوفوه بكره ان شاء الله في فيديو بتاع بكره باذن الله، بتاع اول يوم مدرسه، اول الاسبوع طبعا، عشان اول يوم مدرسه خلاص راح. فانا هوري لكم بقى القوام بتاعه وهو تقل شويه، وهعمله لكم في السندوتشات كمان، وهتشوفوا النتيجه بعينيكم. بس كده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكونوا استفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. اتمنى يعجبكم، وتحطوا لايك واشتراك، وفعلوا زر الجرس على الكل. وهنا اقول لكم السلام.